الشمعة من قوتها أنها حتى إذا هي مو مولعة فهي تضر البيت. كلمة عطور أو برفيوم أو فريغرنس في الصناعة هي عبارة عن خليط من أكثر من 3000 مادة كيميائية، والشركات غير ملزمة قانونية أن هي تصرح عنها، تحتفظ بالخلطة السرية مالتها. قد تكون سامة غير سامة احنا ما ندري. في واحدة من الاستشارات اللي عندي عندها مشاكل في النوم، عندها مشاكل في الحساسية وتعطس وايد، سألتها عن البخور عن العطور ما تستخدم. قلت لها وينهم؟ قالت لي في الخزانة مسكوك عليهم. قلت لها انت تطلعين من البيت؟ تقول لي قليل يعني خصوصا في الصيف. قلت لها شيئين تسوينهم، تقطينهم الشموع اللي محطوطين في الخزانة، طلعي شمي هوا لو ربع ساعة قبل المغرب، وفتح الدريشة لو نص ساعة في اليوم من الصبح. سوت هالنصيحتين نامت وراحت الحساسية خلال 3 أيام. معناته هذه الشمعة تبعث روايح ومواد كيميائية ضارة تسمم البيت كله، وخصوصا حق الناس اللي عندهم أطفال أو فيهم حساسية وربو. هي شمعة بالمعدن، شمعة الصويا، خيط قطن، والعطر اللي موجود فيها من زيوت العطرية الأساسية. هذه الزيوت استخدمها الإنسان من آلاف السنين لأغراض التشافي، في نفس الوقت هي ما تسمم الهواء. تأكدوا أن هذه الزيوت العطرية مو رخيصة، مو نوعيتها سيئة، أنا بعد يغشون فيها، ممكن فانيلا مع ريحة الغيوم وريحة لا لا لا.